السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب تكونوا كده مبسوطين، وأشوفكم كده من المقبولين في الكليات العسكرية وكلية الشرطة بإذن الله. ويا رب كل نفس في حاجة يحققها. بص يا أخويا، مبدئيا كده لو أنت أول مرة تتابعني فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك يا أخويا عشان الفيديو يوصل لناس كتير. تمام. وبعتذر لكل اخواتي ان انا اتاخرت عليكم الفتره اللي فاتت ديت وما نزلتش فيديوهات، بس كان عندي ظروف، كان عندي مشاكل، وان انا اصلا مشغول في شغل، فمحتاج دعواتكم يا رجاله، وان شاء الله ربنا يكرمني ويكرمكم باذن الله. قبل ما نتكلم عن موضوع النهارده يا اخويا، صلي على حبيبك النبي عشان ربنا يكرمك ويكرمني باذن الله. الموضوع بتاع النهارده بيتكلم عن اختبار او الكشف الطبي النفسي، سواء كليه الشرطه او الكليه الحربيه، هم اتنين واحد. تمام. فانا عايز اتكلم عن الموضوع ده بشكل مبسط عشان مش عايز اطول عليكم يا رجاله. الطب النفسي ده، الطب النفسي ده ما فيهوش تظلم عشان تبقى عارف. فالطب النفسي انت لو ما نجحتش فيه كده الله يعوض عليك، مش هتعرف تعمل اي حاجه تاني. تمام. عشان كده انا هتكلم في الفيديو بتاع النهارده عشان خاطر تعدي ازاي الكشف النفسي ده، الطب النفسي ده، وايه اللي بيحصل معاك بالظبط. تمام. وازاي تعديه يعني من غير ما يبقى في شك انك انت ممكن تسقط. تمام. الا بامر ربنا سبحانه وتعالى. بس كده. فالطب النفسي ده موضوعه سهل، بس محتاج منك ثقه بنفسك، وتكون جريء، ما تكونش خايف، ما تكونش متوتر. تمام. وانك انت تعرف ترد على الدكتور اللي بيسالك الاسئله، بس مش اكتر ولا اقل. تمام. هما كم سؤال بيسالوا لك؟ هو سؤال واحد، ولكن على الجهاز كم سؤال بيتسال لك؟ على الجهاز 55 سؤال. تمام. اما في التحريري، تمام، او شفوي، لما يجي الدكتور يسالك هيسالك سؤال واحد: ليه جاوبت الاجابه دي كذا؟ ليه جاوبتها نعم؟ ليه جاوبتها احيانا؟ ليه جاوبتها لا؟ تمام. بص يا رجاله، الموضوع بتاع الطب النفسي هم ثلاث اجابات بس. ثلاث اجابات: الاجابه الاولى اللي هي نعم، الاجابه الثانيه اللي هي لا، الاجابه الثالثه واللي هي احيانا. تمام. فانت بقى ابعد عن احيانا ديت عشان هي بتعرضك للسؤال وتخلي عندك مصدر للشك انك انت ممكن تسقط. تمام. خلينا في نعم او لا. حتى لو حصل حاجه احيانا كده فاختارها لا وريح دماغك. تمام يا رجاله. تمام. نصيحتي ليك تقرا الاسئله كويس عشان خاطر، وحاول انك انت تقرا بس تستعجل نفسك عشان الوقت ما بيخلص بسرعه، 10 دقائق او ربع ساعه، فاحنا عايزين نلحق نخلص ال 55 سؤال دول بسرعه. تمام يا رجاله. تمام. فايه اللي بيحصل بالظبط؟ قعدت على الجهاز بتاعك على الكمبيوتر ومفيش اي مشكله. تمام. اول ما تكتب الرقم القومي كده انت دخلت على الوقت، بدا يعد معاك والاسئله هتظهر قدامك. فانت ابدا اقرا الاسئله كويس وركز على الاسئله اللي انت هتقراها، عشان طبعا الحاجه دي مهمه خالص خالص خالص. الاسئله بتيجي بصيغ مختلفه. تمام. ولكن نفس المعنى، المعنى هو. تمام. بس بصيغ مختلفه. تمام. فانت تركز في الاسئله كويس، عشان برضه هي دي اللي بتزاولك، وهي دي اللي ممكن تخلي الدكتور يسالك تكون انت جاوبتها نعم فوق وتيجي تحت تجاوبها لا، فدي هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لك. تمام. فاحنا عايزين نختصر ده كله، عايزين نعمل ايه؟ ان احنا جاوبنا نعم خلاص، يبقى السؤال اللي تحت يبقى نعم. تمام. مش اللي تحت اللي هو لا، يعني لا، السؤال اللي تحت اللي هو بنفس الصيغه، بنفس صيغته. مثلا يعني هديك مثال. لما بتبقى عصبي بتكسر حاجه مثلا؟ لا، مثلا يعني. تمام. بتعمل ايه وانت مغضوب؟ بتضرب حد؟ بيجي لك هو كده. انت لما بتبقى غضبان بتضرب حد؟ فدي هي نفس الاجابه. فاهمني؟ لا. اذا كنت انت مش بتكسر هتضرب، فالسؤال هيجي بنفس الصيغه كده. تمام. طيب سؤال تاني مثلا، بتشك مثلا الناس بتتكلم عنك. تمام. يعني انت بتشك ان الناس اصحابك بيتكلموا عنك، فانت مثلا قلت نعم. تمام. تيجي لما يسالك طيب سؤال تاني: طب انت بيكون عندك احساس مثلا، او انت عندك اصحابك بيتكلموا عنك فعلا؟ بيديك بصيغه اللي هو انت بتتكلم عنك فعلا ولا انت بتشك. فاهمني؟ مره بيجيبها لك وانت بتشك، ومره تانية يجيبها لك انت لما اصحابك بيتكلموا عنك بتعمل ايه. تمام. مثلا بتضربهم، بتعمل اي حاجه كده مثلا، فانت تقول يا نعم يا لا. فانت لما تيجي انت ما عندكش مصدر للشك، فخلاص كده ما تجاوبش بالاجابه اللي تحتيها بنعم، اللي هو انت عندك حاجه، عندك انت فعلا اللي هو عارف ان هم بيتكلموا عنك. فاهمني؟ وده السؤال اللي جالي انا عشان تبقى عارف. جالي انا سؤال بيقول لي: بس انا جاوبت احيانا، هل تظن ان اصحابك او اصدقائك بيتحدثوا عنك من وراء ظهرك؟ فانا كتبت احيانا. هو الدكتور راح ماسك لي السؤال ده: جاوبت ليه احيانا؟ انا بقى قعدت افتي وقعدت اهبط، بس الحمد لله ربك سترها، بس ان انا كنت واثق من نفسي وقتها، فالحمد لله ربك سترها وعديت، ما فيهوش اي حاجه. اهم حاجه في الموضوع كله يا رجاله والله العظيم ثقتك بنفسك. الاجابات دي كلها ملهاش لازمه، بس اهم حاجه ثقتك بنفسك قدام الدكتور لما بيجي يسالك، تكون واثق من نفسك، بس لا اكتر والله ولا اقل. فايه اللي بيحصل دلوقتي؟ خلصت جاوبت 55 سؤال، سواء جاوبتم نعم او جاوبتم لا او احيانا، دي حاجه ترجع لك انت طبعا. انا قلت لك نصيحتي انك تبعد عن احيانا ديت. سواء جاوبتم نعم جاوبتم لا،
خلصت كده 55 سؤال والوقت بتاعك خلص والتايم خلص ومفيش اي حاجه تاني، تمام، هترجع كده خلاص من الاوضه ديت، هتروح داخل الاوضه اللي جنبيها، تمام. هتقعد طبعا في 3 دكاتره، ممكن تلاقيهم بنت ويعني دكتورتين 2 بنات ودكتور كبير، او تلاقيهم العكس، او 3 رجاله او 3 بنات، على حسب انت ونصيبك بقى في اليوم ده، لانهم هم بيتغيروا كل يوم اصلا. فانت دخلت كل حاجه تمام. هيجي يسالك، تمام، هتقعد جنبه على الجهاز كده، وهيطلع على الجهاز هو في الاجابات بتاعتك انت اللي انت جاوبتها، تمام، وهيقعدك جنبه ويروح عامل لك ايه، يعني نفس اللي هيحصل معاه، هو هيولع عليك كده، تمام، وانت قاعد قصاده كده، تمام. هو هيقول لك قول لي يا محمد انت سؤال، هل فكرت في الانتحار؟ انت جاوبتها نعم، ليه جاوبتها نعم؟ نفس اللي بيحصل معاك كده يا اخويا، هو ده اللي هيحصل معاك. فانت بقى تبدا تفكر، تمام، انت جاوبتها والاجابه قدامك فعلا، انت جاوبتها نعم. طب ليه يا محمد فكرت في الانتحار؟ والله يا فندم انا حصلت معايا مشاكل لدرجه ان انا كنت عايز انتحر. فاللي هو ايه، ركز في اجابتك، عشان خاطر لما تديله اجابه تبقى انت راجل فعلا واثق من نفسك. ما تديلوش اجابه وانت فعلا هو بيحس انك انت بتفتي وبتهبد، بتديك بتجاوب شلج ملج زي ما تيجي تيجي. لا، انت حاسس انك انت جاوبت اجابه فعلا، وانك انت فعلا فكرت في الانتحار، واديله السبب اللي خلاك تفكر في الانتحار. فاهمني؟ اديله السبب اللي خلاك تفكر في الانتحار. الرقم التليفون كان بيرن، معلش يا رجاله، تمام يا رجاله. فما تدلوش سبب وخلاص وتحسسه انك انت كده بتفتي وانك انت بتهبد، لا، احنا عايزين نديله سبب فعلا يخليك انت كده واثق من نفسك، تمام. بلاش حته التوتر وقله الثقه، خليك كده واثق من نفسك، وعاوده دايما انك انت يعني ما تجاوبش اجابات وخلاص. بس يا رجاله، ده كل اللي هيحصل معاك في الطب النفسي، تمام. في ناس كتير سقطت فيه، خلي بالكم، يعني الموضوع مش سهل، وخصوصا ان هو ما فيهوش تظلم. فدي كل المشكله الكبيره، ان الاختبار ده ما فيهوش تظلم. يعني انت لو لا قدر الله لا قدر الله سقطت في الاختبار ده، شوف، انت امتحنت قدرات، امتحنت مقاس وقوام، امتحنت طبي، وامتحنت النفس، يعني انت امتحنت 3 اختبارات، وتيجي تسقط بسبب انك انت بتفتي في اجابه، او انك انت مش واثق من نفسك ودخلت متوتر ودخلت خايف وقلقان ولا كانك داخل تحارب. لا، فانت ايه اللي عليك من ده كله؟ لا، انت ثق في نفسك، واعلم يقينا ان ربنا لو رد لك انك هتقبل، فاهمني؟ ولو ربنا رد انك هتعدي. انا لما جاوبت احيانا، انا لما طلعت اول حاجه قلتها لصاحبي انا هسقط، انا فاتت في الاجابه، بس كنت واثق من نفسي، حسيت الدكتور فعلا ان انا فاهم وعارف الاجابه اللي انا جاوبتها ايه، تمام. بس الحمد لله ربك ستر ونجحت وعديت في الاختبار ده. ماشي يا رجاله، ده الموضوع بتاع النهارده يا اخويا. عندك مشكله، عندك اي استفسار، سيبه في الكومنت. ولو اتاخرت عليك في الرد او نسيت لا قدر الله مثلا ما ردتش عليك، ادخل لي على الواتس، والرقم بتاعي انا زي ما قلت لكم قبل كده موجود في البايو، تمام. تقدر تكلمني في اي وقت، لو في عندك اي مشكله، عندك اي استفسار، سيبه لي في الكومنت او كلمني. تحت امركم يا رجاله. تحياتي ليكم، طارق البدري.